بمناسبة ذكرى أحداث بورسعيد واليوم الأسوأ في الرياضة المصرية اللي راح ضحيتها 74 شهيد من جمهور النادي الأهلي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر أهلهم. من ضمن المواقف اللي حصلت في الماتش ده موقف اتحكى على لسان دكتور اسمه محمد حلمي، كان نزله في بوست سنة 2016. بيحكي بيقول فيه: زي النهاردة من 4 سنين كنت واقف في الطوارئ، كنت خلاص بشطب سنة الامتياز بتاعتي. الدنيا الوقت ده كانت هادية على غير المعتاد في الفترة دي من اليوم. وقفت أدردش مع كاتب الاستقبال شوية، كان كلامنا عبارة عن إن اليوم هادي والشغل قليل. فبيقول له: هو أنت متعرفش ولا إيه يا دكتور؟ النهاردة ماتش الأهلي والمصري، البلد كلها في الاستاد من الصبح. قال له: ده أنا صح، ده أنا ناسي خالص إن النهاردة ولا حاجة فكرتني أصلا. أنا حتى معدي من قدام الاستاد النهاردة وأنا جاي ما لقيتش الغلاسات والكماين والتقفيل بتاع كل ماتش. سمعت بس هيصة جاية من ناحيته بس مركزتش. أنا هروح أتفرج على الماتش في الكشك اللي قدام المستشفى، لو في عيانين جم سيطر بقى دكتورنا. سابني ومشي. فعلا اتضايقت، أنا كنت مستني الماتش ده من زمان، كان نفسي حتى أحضره في الاستاد. سبحان الله، يجيلي نبطشية وفي ميعاد الماتش بالظبط، ده ايه الحظ ده يا ربي. فضلت قاعد في النبطشية، الوقت عدى. اتبلغت بحالة جاية بالإسعاف، الحالة جاية من الاستاد. انا قلت حد من اللعيبه جراله حاجه ولا ايه. الاسعاف كان داخل علينا باقصى سرعه، رحت عليه اتسمرت في مكاني. لقيت شاب صغير، شعره ووشه كلهم لونهم اصفر وجسمه مليان رمل. رجله اليمين مكسوره من تحت الركبه، رجله مفصوله تماما عن جسمه. الواد جثه هامده ما فيهوش نفس. ده جاي منين ده يا اخوانا؟ قالوا: جاي من الاستاد يا دكتور. والدنيا هناك مقلوبة والإسعاف مالي محيط الاستاد، في مصابين بالهبل لسه جايين، في عربيات ورانا كتير. كلمت النايب الإداري ساعتها، بلغته. نزل وكلم كل الدكاترة اللي في المستشفى، كل التخصصات، كله جاهز وواقف مرتبك. منظر الولد ده دليل على إن اللي جاي وراه كارثة. وفعلا مطلش انتظارنا، جه عربيتين إسعاف وعربيتين وراهم وعربيتين وراهم. الإسعاف بيأوي بشكل يصم الأذان. المسعفين نازلين من العربيات والخوف والذعر مرسوم على وشهم بشكل مرعب، لدرجة إن ناس فيهم كانت إيديها بترتعش من الانفعال. كل عربية جاية شايلة 2 أو 3، أكبر واحد فيهم كان حوالي 20 سنة. الدكاترة مش ملاحقة تجري على مين، أعمل إنعاش قلبي لده وأسيب ده. لأ، ده مات خلاص، ده لسه في نفس، واجري عليه تشتغل عليه دقايق ويموت. كابوس، ريحة الموت مالية المكان. أنا عملت بإيديا إنعاش قلبي لطفل 15 سنة يا جماعة. حد يفهمنا الناس دي ماتت ليه؟ محدش بيرد عليا. عملت إنعاش لشاب كان جاي متوفي وهدومه كانت متقطعة، بس علم الأهلي كان ما بين بطنه وحزام بنطلونه، يعني حطه تحت الحزام. فضلت أشتغل في الإنعاش ده وأنا دموعي بتسقط على جسمه. مش عاوز يرجع، قلبه رافض يشتغل، الروح رافضة ترجع جسمه تاني، سابته خلاص. الملايات خلصت، حطيت على جسمه علم الأهلي اللي كان جاي بيه. تليفونه كان بيرن، كان بيرن رن ما بيتقطعش. طلعت تليفونه لقيت المتصل ماما حبيبتي، وفي الخلفية أمه وهي حضناه. أرد عليها أقول لها إيه؟ أقول لها ابنك مات؟ أقول لها ابنك اللي انت بتتصلي تطمني عليه تحت إيدي دلوقتي جثة عشان ساب حضنك وراح مع أصحابه؟ راح ومش هتاخديه في حضنك تاني. اديت التليفون لواحدة من بنات التمريض، ما قدرتش تمسك نفسها وراحت عيطت جامد ووقعت من طولها. مين البني آدم اللي قلبه يستحمل موقف زي ده؟ جثث في كل حتة، دكاترة عاجزين عن إنقاذ أي حياة، مصابين بجروح مختلفة في كل أجسامهم، إصابات جامدة، بيتخيطوا وبياخدوا محاليل تعوض نزيفهم. جثث من كترها ما بقيناش عارفين نوديها فين. كنا بنحطهم على السراير 3 و4 جنب بعض، شباب زي الورد، تشوفهم تقول ازاي دول ميتين، دول نايمين زي الملايكة، متغطيين بنفس الغطا. الأعداد بتزيد، الموت محاصرنا من كل ناحية. الجثث على السراير وعلى الأرض، المشرحة اتملت، ولسه بيجي جثث أكتر وأكتر، غير الإخباريات اللي بتجيلنا بالحالات واللي بتروح المستشفيات اللي في محيط الاستاد. التمريض انهار، الدكاترة مخزونها النفسي خلص، جسديا أنهكوا تماما.
واحد كان قاعد في الركن شايل راس صاحبه على رجله وحاضنها وبيعيط ومش عايز يسيبه، وبيكلمه ويقول له: قوم يا صاحبي، قوم عشان تروح معايا، قوم عشان نشجع سوا، قوم صوتك كان بيهزنا. هروح من غيرك ازاي يا صاحبي؟ همشي ازاي وانا ايدي مش في ايدك؟ الوقت عدى، زحف الجثث قل، بدأنا في حصر عدد الوفيات والمصابين. في ناس صورت الجثث عشان لو حد يتعرف عليها. النيابة جت وبدأت شغلها، ومشيت من المستشفى الساعة 12 بالليل وأنا مش فاهم حاجة، مصدوم على خايف على بعيط. بس اللي كنت متأكد منه إني دعيت ربنا إني ما أشوفش يوم زي ده تاني أبدا في حياتي. افتكروهم، ربنا يرحمهم جميعا.